طبعا حضراتكم كلكم عايزين السيسي رئيس جمهورية، او عايزين السيسي لو هو حتى ما ترشحش يبقى في حد بيثق فيه يترشح على الأقل. المادة 146 والمادة 147 ضربت لكم هذا الأمل، اشربوه. انتوا مش طلعتوا تقولوا السيسي وحاطين صوره على مش عارف ايه، اشربوه. ادي احنا ضربناه بمادتين في الدستور علشان حتى لو جه رئيس جمهورية ما ينفذش مشروعه إذا كان عنده مشروع اللي هو أصبح مشروع مصر كلها دلوقتي، اللي هي القومية العربية. ليه؟ طبعا أول من تحدث عن القومية العربية وبدأ يتكلم عليها ويشد عليها ويعيدها مرة أخرى إلى الحياة في الإعلام كان العبد لله، اللي بدأ يهتف للقومية العربية. ليه يا جماعة؟ لأن حروب الجيل الرابع حروب بتستهدف التفتيت، تفتت وتقسم. طيب عكسها ايه؟ الاتحاد. يبقى هو عايز يقسم لك الدول العربية إلى 44 دولة وستة بعد كده 66. طيب عكس ده ايه؟ ان يبقى في قومية عربية ووحدة عربية وتآخي عربي وروح عربية واحدة، حتى لا يستطيع ان يتخلل بين ثنايات او بين اجزاء من الامة العربية عشان يقسمها. حضراتكم يا شعب مصر عايزين قومية عربية وطلعتوا بالسيسي وتقولوا قومية عربية وبتاع، والعرب في الخليج في جنبه وبتاع. عينينا رجالتنا الطابور الخامس في لجنة الدستور هيدوكوا مهموس، وهم ادوكوا المهموس.